على المرمى هذا اللي حيتم التنفيذ عليه ركلات الترجيح. لاحظ الآن يعني توجيهات الحكم في مسألة التعامل، لأنه هو بإمكانه أن يتحرك عرضي، يتحرك عرضي من اليمين للشمال لكذا. المهم هنشوف الآن بابلو هرنانديز على التنفيذ. ركلة الجزاء الأولى، ركلة الجزاء الترجيحية الأولى. بابلو هرنانديز الاسباني على التنفيذ. سالم عبد الله حارس مرمى نادي الشباب حاضر وموجود. المناسبة الثانية لهذا الحارس، كانت المناسبة الأولى أمام بنياس وبعد ذلك المناسبة الثانية أمام السيب. المناسبة الثالثة الآن هنا في هذه المباراة في الدور نصف النهائي في هذا التحدي القوي جدا. والأهلي كما ذكرت الذي يعني حجز مقعدا في المباراة النهائية ينتظر إما الشباب أو النصر، النصر أو الشباب. هنا هذا بابلو هرنانديز يلعبها على طول ويسدد، ويسدد بابلو هرنانديز. إذا ينجح النصر، ينجح النصر في التسديدة الأولى. وحنشوف الآن التسديدة الثانية، حنشوف التسديدة الثانية. شايف الحكم قاعد يكلم، يظهر لي يكلم، يظهر لي يعني يظهر قد يكون حارس مرمى، مدرب حراس مرمى الله أعلم، رايح هناك في الزاوية عند الكورنر يحاول يعطي تعليمات يظهر لي، لكن قالوا له ارجع ارجع. على كل حال لوفانور لعب. إذا لوفانور المالدوفي، لوفانور على التنفيذ. أحمد شامبي موجود في مرمى فريق نادي النصر. لوفانور المقدوني، لوفانور، لوفانور جول على طول يسجل، على طول المالدوفي لوفانور يسجل. إذا ضربة بضربة الآن، ضربة بضربة الآن. مين على التنفيذ؟ رينان غارسيا. هذا هو، شوف لعبها في سقف المرمى بكل قوة. الآن رينان غارسيا. ضربات الجزاء هذه اللي تنشف الدم، هذه اللي توقف كل شيء، هذه احيانا توقف القلب يا جماعه. ضربات الجزاء الترجيحيه خاصه بالنسبه للجماهير المتعصبه اللي تترقب وتنتظر وتتابع. رينان غارسيا النصر الان، الضربه الترجيحيه الثانيه للنصر. البرازيلي غارسيا، سالم عبد الله حاضر وموجود، تركيز عالي من جانب المنفذ والحارس، تتلعب جول على طول، على طول يسجل رينان غارسيا يسجل. اذا مين حيروح الان؟ حيدروف. إذا النصر هذا هو غارسيا. لاحظ الحارس راح، على فكرة الحارس سالم عبد الله راح الكرة، راح الكرة يعني كان قريب منها ولكن الكرة كانت أسرع، كانت أسرع. رينان غارسيا البرازيلي سجل. إذا النصر الآن من ركلتين ينجح في التسجيل، من ركلتين ينجح في التسجيل في مناسبتين مرتين على التوالي. الآن حيدروف الأوزبكي، حيدروف عزيز بيك حيدروف موجود وحاضر، وكذلك أحمد شامبي موجود الآن. حيدروف يلعبه وجول، وعلى طول جول يسجل حيدروف. لاحظ هني عيسى، وشوف كذلك عادل، ولاحظ الترقب على كل حال. هني ايضا يعني جمعه راشد، هبيطه، الكل يترقب على الجانب الثاني اكيد. يعني حتشوف خالد عبيد، وحتشوف المدرب ايفان، وحتشوف كل الاستاف الثاني. وهنا طيب مين الان؟ مين؟ ابراهيم التوري، ابراهيم التوري. اذا توري على التنفيذ. لاحظ ركلتين بركلتين، حتى الان ما حد فشل. يعني النصر بابلو هرنانديز سجل، رينان غارسيا سجل، الشباب لوفانور سجل، حيدروف سجل. طيب الان الركله الترجيحيه الثالثه ابراهيم توري، ابراهيم توري على التنفيذ. توري 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 ابراهيم توري يلعبها جول ويسجل توري، ويسجل توري. طيب الان مين؟ الان ادغار برونو، ادغار برونو. الله، لاحظ شلون يعني. على فكره لو تلاحظ حتى الان اللي قاعدين يسجلون لعيبه المحترفين الاجانب بالمناسبه، اللي قاعدين يسجلون يعني بابلو هرنانديز، رينان غارسيا، ابراهيم توري بالنسبه للنصر، ثلاثه نفذوا. في الجانب الاخر لوفانور، حيدروف، والان ادغار برونو حينفذ الثالثه. يعني حتى الان الثالثه. وشوف برونو حينفذ الثالثه، ادغار برونو حينفذ الثالثه. ادغار برونو حاضر، احمد شامبي موجود، ادغار برونو يلعبها. اوه
ويفشل إدجار برونو ويتدخل. هذا أحمد شابي اللي تصدى للقطة الماضية واللعبة الماضية، وبالتالي حرم إدجار برونو من تسجيل الضربة الترجيحية الثالثة. وبالتالي الآن النصر يتقدم، النصر يتقدم الآن، النصر يتقدم الآن 3-2. لاحظ هني على طول راحلها اللي هو أحمد شابي، قراها صح، قراها صح أحمد شابي، قراها صح. إذا مين الآن؟ مين الآن؟ حنشوف طارق أحمد، طارق أحمد الآن الركلة الترجيحية الرابعة بالنسبة للنصر. طارق أحمد الركلة الترجيحية، تركيز عالي من جانب اللاعب، من جانب الحارس كذلك سالم عبد الله. طارق أحمد اختبار صعب، اختبار صعب، اختبار صعب. طارق على طول جول، وينجح كذلك طارق، وينجح طارق، نجح طارق رغم ان سالم عبد الله راح للكرة. ولكن الان مين حيتدخل في اللقطة هذه؟ حنشوف حسن إبراهيم، حسن إبراهيم. إذا لو تلاحظ النصر في أربع ضربات ترجيحية نجح بالتسجيل. بابلو هرنانديز، رينان غارسيا، إبراهيم الدوري، طارق أحمد، في الوقت اللي الشباب من أصل 3 نجح في 2 وفشل ب1. لوفانور سجل، حيدروف سجل، إدجار برونو فشل. وعلى فكرة إدجار برونو حتى في الدوري كذلك أيضا فشل في تسجيل ضربة جزاء. هنا على كل حسن إبراهيم الآن على التنفيذ، حسن إبراهيم على التنفيذ، حسن إبراهيم تتلعب، يا خلاص خلاص، والمباراة انتهت لصالح فريق نادي النصر بركلات الترجيح. وبالتالي النصر يذهب إلى المباراة النهائية وينتصر على الشباب بركلات الترجيح لكي يقابل الأهلي يوم 3 من الشهر القادم بإذن الله في المناسبة الثانية في تاريخ لقاءاتهم على مستوى هذه البطولة، على مستوى النهائي، على اعتبار أن أول نهائي كان أهلاويا نصراويا، والنهائي كذلك القادم سيكون أهلاويا نصراويا. اختلف الزمان، اختلف المكان، اختلفت الأسماء واللاعبين، اختلف المدربون، ولكن بقت الأسماء أسماء الأندية حاضرة. فالأهلي سيكون حاضرا والنصر سيكون حاضرا في المباراة النهائية. النصر الذي كان قد تعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1، ولكن ركلات الترجيح التي ذهبت لصالح النصر على اعتبار النصر سجل 4 ركلات على التوالي، فيما فشل الشباب سجل فقط 2 وفشل كذلك في مناسبتين. إذا سيداتي سادتي، مبروك للنصر، هارد لك للشباب. الشباب أقدر أقول أنه لعب بنفس طويل، تحمل كذلك أمور كثيرة، وتحمل كما ذكرت تبعيات أيضا المنافسة والوجود في هذه المناسبات وفي هذه المباراة.